هذه واقعة صارت مع شخص واحد ورفض يذكر اسمه، فالقصة على لسان. كنت لحالي في البيت والوقت ليل وظلام برا كأنه لاصق في المكان. حوالي الساعة 2 فجأة سمعت صوت خدش عند باب البيت، خدش خدش كأنه كلب يضرب بمخالبه. بالبداية قلت يمكن كلب شوارع، عشان كذا ما شغلت النور وجلست ساكت على السرير. لكن بعدها صار يطلع مع الصوت تنفس خفيف، تنفس ما يشبه تنفس كلب أبدا. نفسي انحبس، قربت بهدوء ونظرت من عين الباب، ما شفت شيء بس ظلام. ومع هذا الخدش ما وقف. بعدها فجأة طلع صوت إنسان واطي مرة يقول افتح الباب. جسمي تجمد لأنه الصوت كان مألوف لي بشكل يخوف. بعدها رجع يضرب، لكن هالمرة مو مخالب على الأرض، كانت أصابع تنحك في البلاط. وقتها فهمت إنه مو كلب. مسكت جوالي وبغيت أتصل على الشرطة، وفجأة شفت ظل يمر من تحت الباب وبدأ يرتفع كأنه شخص جالس على 4 أطرافه ويقوم. بعدها طلع صوت ضحكة قوية وقال الصوت ترى ما فتحت الباب أول مرة بعد. وبعدها كل شيء سكت. ثاني يوم الشرطة قالوا إنهم مسكوا رجل في الحي كان يجي بالليل ويتصرف كأنه كلب عند أبواب الناس، لكن لما شفت صورته روحي ارتجفت لأنه الرجل هذا كان ميت من 5 سنين.